السلام عليكم. ماشي اي واحد ابتسم لك راه باغي لك الخير، واي واحد كيهضر معاك راه صح. الفكره ديال الذئب اللي كيلبس الصوف ديال الخروف واحد الفكره اللي كانت قبل الديانات. كانت هاد القصه في الكتب ديال اليونان القديمه. واحد سميتو ايسوب وهو واحد اللي حول الحيوانات المرايه ديال النفس البشريه. قال لك واحد الديب كان فيه الجوع كيشوف واحد القطيع ديال الغنم من بعيد، ولكن الرعاة كيحرسوهم وحتى الكلاب دايرين بهم وما قدرش انه يقرب ليهم. فواحد الليله لقى واحد الخروف ميت وهو يلبس الصوف ديالو ودار راسو خروف ودخل وسط الكلاب وداز للقطيع وبدا كياكل وحده بوحده وحتى واحد ما كان عارف. ولكن واحد المره الراعي بغى واحد الخروف باش يتعشى به وهو يلقى داك الذئب وقتلو. المستفاد من هادشي هو ان الشر ما كيجيش بالضروره بالهيئه ديالو، وانما يقدر يدير لك القناع ويكون حداك. حنا عارفين بلي الذئب كيرمز للمكر والدعاء وهو واحد المفترس اللي ما كيرحمش، ولكن على العكس ديالو عندنا الخروف، واحد البريء ضعيف وسالم وما كيشكش ودغيا غيثق فيك. وهذا الرمز كيشير لان الخطر كاين في الشر اللي ما تقدرش انك تشوفه. يقدر يكون حداك ولكن ما غاديش تشوفه. مثلا الا كان حداك شي واحد كيضحك معاك وكيهضر معاك، ولكن في اي لحظه يقدر يتقلب عليك. حنا كنعيشوا على الثقه، وهذا الرمز كيزعزع هذا الاساس. حنا كنثيقوا في الوجوه والمظهر والكلمات، ولكن فاش كتشوف العكس كنوليو نشوفوا واحد الحقيقه والهشاشه ديالنا اللي كاينه فينا. بحال مثلا في العلوم السياسيه غادي يجي واحد كيقول لك انا غادي نبني لك واحد المصانع باش انك تخدم وغادي نطور لك هذا الاقتصاد، ولكن راه نفس الشخص هو اللي كينهب الموارد ديالك وكيبيعك للاجنبي وكيخونك. اما في العلاقات كاينين بزاف ديال الامثله، مثلا داك صاحبك اللي كيضحك معاك قدامك وهكا ومن مورا ظهرك كيبقى يسب فيك بحال هكاك. هاد الفكرة ما غاديش تموت لانها ماشي شي قصة، وانما هذه راه حقيقة، حيتاش الانسان مزدوج، قاد يدير لك الخير وقاد يدير لك الشر، وفي كل زمن كيتبدلوا الحوايج. ولكن الذئب ديما كيبقى يقلب على الحوايج جداد، والخروف ديما ناعس وكيتيق. هنا غادي نكون سالينا الفيديو، ولا عندك شي ملاحظة ولا شي حاجة كيف ما كانت كتبها لي هنا، وشكرا على الوقت ديالك.